السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. اهلا بكم في مطبخ نوني. النهاردة انا هعمل الرقاق. طبعا احنا داخلين على العيد الكبير، وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون عيد مبارك علينا كلنا. وهعمل الرقاق الناشف. فيلا نشوف هنعمل ازاي. دي ليا قطعتها قطع صغيرة، ومعاها بصل وفلفل وملح وكمون، هكتب لكم كل البهارات في صندوق الوصف، هتلاقوها هناك. وحطيت كده البهارات على اللحمه المفرومه والبصل، وده فلفل اخضر للي عايز حاجه حراقه. طبعا هجيب صينيه مدوره، وهشوف الرقاق فيها اذا كان قدها ولا لا، عشان ما احاولش ان انا اقطع من الرقاقه وتبقى الطبقات سميكه. هنا دي طماطم حطيتها على اللحمه المفرومه، يعني دي اخر خطوه دي انا بحطها فيها بعملها. بعد كده خلاص بقفل عليها وابدا اجهز ان انا ارص الرقاق في الصينيه مع اللحمه المفرومه. هنا عندي شوربه مغليه جبتها، وبدات اسقي الرقاق واحده واحده واحطها في الصينيه. وبدا طبعا لازم تبلي كل حته في الرقاق عشان يفضل معاكي طري، ما تبقاش ناشفه وتعرفي تتعاملي معاها. هنا هعمل كل طبقة 3 طبقات من الرقاق. الطبقة الأولانية 3 وحدات من الرقاق، هي بسقيها كلها من ناحيتين بس كده. وهبدأ أساوي الرقاق في الصينية زي ما انتم شايفين. الرقاق على قد الصينية بالظبط، ما محاولتش ان انا اكسر منهم، يعني حتى لو كسرت بتبقى حتة بسيطة جدا، ما ايه في الجنب كده في الطرف ما بتبانش قوي، ما بتبقاش يعني مكلكعة. وهنا سقيتها تاني بالشوربة عشان تفضل معايا طرية. جبت اللحمة المفرومة حطيتها عليها كده. حطيت اللحمة المفرومة اللي انا عملتها بس كده. وبعد كده هجيب الطبقة التانية اعملها في الشوربة برضو. الرقاق احطه برضو في الشوربة، اسقيه بالشوربة. نفس ال3 طبقات اللي عملتهم من تحت هم اللي هعملهم الطبقة من الفوق كده. خلاص جهزتها. هبدأ اجيب الطبقة التانية اجهزها عشان احطها على اللحمة المفرومة بس كده. هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في الطبقة الاولانية، ان انا هسقيهم كلهم بالشوربة. بعد كده ابدأ اجيب بيضتين واضربهم مع بعض مع الشوربة اللي اتبقت مني بتاعة الرقاق، وهملحها بالملح والفلفل وهحطهم على الشوربة. هضربهم واحطهم على الشوربة وهقطعها بالسكينة وهدخلها الفرن. وهي كده لازم تتقطع قبل ما تدخليها الفرن بس. وهحطها في الفرن لحد ما تحمر وشها، واول ما يحمر وشها خلاص بنخرجها. بس كده هتبقى بالشكل ده بعد ما تخرجها. وهنقطعها قطع مربعة وهنقدمها للاكل، وبالهنا والشفا. يا ريت الطريقه تبقى سهله وسريعه وبسيطه معاكم، ما خدتش وقت مني خالص. المطبخ نوني. يا ريت ارائكم وكومنتاتكم. شكرا لكم، بالهنا والشفا. باي باي.